انا من الناس اللي بتحب الكوسة وبحب كل وصفاتها، اي وصفة فيها كوسة انا بحبها. هنعمل النهاردة وصفة بالكوسة جميلة جدا وسهلة، مش محتاجة اي حاجة. عندي كوسة 4 حبات بس مش كتير. الوجبة دي تكفي من 3 ل4 افراد. خرفشتها من بره بالشوكة او لو عندك سكينة مشرشرة تمام، عشان الخرفشة دي بتخلي الكوسة ما تطلعش المادة اللي هي مزفلطة فيها من بره دي. لما بتتخرفش كده المادة دي ما بتبقاش موجودة. غسلتها وظبطتها وقطعت الواحدة على 3 قطع، بحيث ان القطعة تبقى مقاسها زي عقلتين صباع كده. انتي بقى ظبطي على حسب مقاس الكوسة معاكي. دي لقيتها كبيرة فقسمتها على 4 وحدات. شايفين بقى القلب بتاعها؟ هجيب كده المعلقة وهقورها بيها بحيث ان انا موصلش للاخر بالمعلقة او بالمقوار لو عندك. انا ما كانش عندي فعملتها بالمعلقة كده، ومش هرمي القلب بتاعها، هعينه عشان هقولكوا دلوقتي هنعمل بيه ايه. خلصت الكمية كلها خلاص. جبت حوالي 300 جرام من اللحمة مفرومة، وفرمت القلب بتاع الكوسة وحطيته عليها، وفرمت بصلاية وصفتها من المية كويس جدا وحطيته عليها، وملح و7 بهارات وبابريكا وفلفل وقرفة. القرفة بتخلي اللحمة طعمها تحفة. عجيني فيهم جامد لحد ما يتظبطوا، وهاتي الكوسة اللي احنا قورناها وابدأي ان انت تحشيها باللحمة المفرومة دي. حطي بقى فيها اللحمة المفرومة، كوريها، احشيها فيها، زقيها، هي مش هتنزل بره الكوساية خلاص. جميلة جدا وسهلة، وريحتها هتقلب لكم ريحة البيت. بس كده تمام. عندي بقى مية البصل اللي انا عصرته، زودت عليها حوالي ربع كوباية مية عشان ازودها، ومعلقتين من الصلصة، وحطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل وقلبتهم كويس. عندي هنا ملح وفلفل وبابريكا، البابريكا اللي انا حطاها مدخنة. قلبتهم كويس وبدأت ان انا اغطي بيهم الكوسة، والباقي حطيته في قلب الصينية عادي. القوام بتاع الصلصة تقيل مش خفيف، لو خفيف مكانش هيقف على الكوسة، كان هينزل تحت، فخليها انت دايما يبقى تقيل. وهدخلها الفرن يا دوب. وانا لا يا ربي، انا مدخلتهاش في الفرن، انا حطيتها على البوتاجاز من فوق. حطيتها على البوتاجاز وخطيتها وسبتها بقى تغلي مع نفسها. قعدت حوالي تلت ساعة ربع ساعة. اول ما حطيت الشوكة في الكوسة لقيتها استوت خلاص كده تمام. هنا بعد ما استوت ريحتها رهيبة 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 بجد، والطعم بجد فاجئني. حطيت معاها هنا رز، وعملت معاها سلطة افوكادو، واللحمة اللي متبقية كورتها وشوحتها في الطاسة بحتة سمنة بلدي وحطيتها معاها. جميلة جدا ومشبعة ومش هتقدري تكمليها. عملت معاها سلطة طحينة بالزبادي تحفة بجد، جربوها تعجبكم قوي. لو شفت الفيديو للاخر شكرا ليكي، وما تنسيش الاشتراك في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبالهنا والشفا.